صباح الخير، ازيكم حبايبي؟ بصوا بقى، هنطلع من جو المطبخ ده ونروح كده نتفسح شويه وناخد لنا اسبوع كده. بصوا، انا هسافر الاسبوع ده في الاقصر واسوان، عشان كده ما كنتش بنزل لكم فيديوهات خالص الفتره اللي فاتت. هجهز بقى شنطتي ومفروض ان انا اطلع على القاهره الصبح بدري، عشان هركب القطر نفسه من القاهره. تمام، احنا كده وصلنا محطة مصر او محطة رمسيس حسب المسمى. طبعا انا حبيت ان انا اصور لكم الديزاين او التصميم بتاع المحطة، عشان في ناس كتير قوي ممكن ما تبقاش يعني راحتها. وكمان احنا معانا بنسبة 50% مش مصريين. طبعا معانا جنسيات تانية، فاهلا بيكم كلكم. هناخد بقى القطر من المحطة من القاهرة لحد الأقصر من المدن اللي بصوا جميله جدا 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 جدا، واللي هيروحها مره هيروحها كل مره. انا تقريبا رحتها مرتين ومن المدن اللي بحبها قوي. طبعا هنروح الاوضه. انا بالنسبه لي كنت رايحه تبع الشباب والرياضه، فالاوض بتاعتنا في المدينه الشبابيه الدوليه بالاقصر، من المدن برضو الحلوه قوي. ممكن العيب الوحيد اللي انتوا تشوفوه ان الاوضه فيها 5. انا بالنسبه لي ما كانش عيب خالص، ان انا كان معايا صحابي ومعايا اخواتي وما كانش في حد غريب بالنسبه لي. الاوض حلوه كده كده، اصلا ما كناش بنقعد فيها طول اليوم، احنا تقريبا كنا بس بنروح ننام فيها ونصحى تاني، ما كناش بنعمل فيها اي حاجه تانية. طبعا هوريكم كمان الفيو بتاعها تحفه. هنا انا وصلت الاقصر تقريبا الساعه 4 او 5 الفجر، فده كان منظر الفجر هناك. والاوض زي ما انتم شايفين الاوض حلوه، مساحتها كويسه. طبعا الملايات والحاجات دي انت ممكن تطلبي ان انت تغيريهم، مفيش اي مشكله. ودي التلاجة الصغيره البار، والدواليب زي ما انت شايفاها برضو دواليب كويسه ومساحتها كويسه جدا. عندنا برضو الحمام كان حلو قوي ونضيف، وبره في ريسبشن وفي حاجات كتير قوي، وتحت المطعم وكل حاجه. هنا زي ما انا بقول لكم انا كنت واصله الفجر، فحبيت برضو اصور لكم المنظر، وفي نفس الوقت هصور لكم برضو المنظر بعد ما ارتحنا شويه وقعدنا قلنا ننزل بقى للغدا، عشان بعد كده في بروجرام تاني. فهوريه لكم دلوقتي كمان. هنا زي ما انتم شايفين ده المنظر على الملعب والجناين، فحلو قوي، وبعديها الجبال، فالمنظر كان تحفه. يمكن هنا الكاميرا كانت ظلماه شويه، بس كان المنظر جميل قوي. بعد كده هننزل على المطعم، وبعد كده هروح صوت والضوء في الكرنك. طبعا هسيب لكم بقى انتوا تعيشوا مع الصوت، وانا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حتى يطلع فرعون جديد بسراج جديد. هذا هو مجد طيبة الدائم إلى غير نهاية. وكانت طيبة المدينة الكبرى ذات 100 باب، توصف بأنها مدائن الأرض جميعا. إن 100 بوق تردد اسمها. فلنصغي الآن إلى صوت الكرنك، فقد خدعنا صمته من قبل. إن مدينة الإله ظلت على مدى 30 قرنا لا ينقطع عنها تجاوب الغناء والعزف على الرباب.